في بلد غارق في الدماء والدموع، في أرض لم تعرف منذ سنوات إلا رائحة البارود وصوت الصراخ القادم من بيوت هدمتها الحرب. يخرج من بين الدخان وجه غريب، وجه يشبه الموت نفسه، يضحك بينما الآخرين يصرخون. إنه أبو لؤلؤ، سفاح الفاشر الذي حول مشاهد القتل إلى استعراض قاس ومرعب للعالم كله. لكن من هو هذا الرجل؟ ومن أين جاء؟ وكيف تحول في غضون أيام إلى أكثر الأسماء إثارة للرعب في السودان؟ لنبدأ القصة من البداية. في مقاطع مصورة خرجت من مدينة الفاشر شمال دارفور، ظهر رجل بزي عسكري غير منتظم، يحمل سلاحا ويبتسم بثقة غريبة أمام الكاميرا. كان يضحك ويتحدث إلى من حوله وكأنه في حفل أو مناسبة سعيدة، بينما أمامه مدنيون عزل يصفيهم واحدا تلو الآخر بلا تردد وبدم بارد لا مثيل له. كانت آخر كلماته قبل أن يطلق النار: الله أكبر، الله يرحم، فوق فوق فوق، بران فوقان بران فوق. ضحكات وهتافات ورائحة موت ثقيلة. ذلك المشهد المروع لم يكن مجرد لقطة عابرة، بل كان بداية فصل جديد من فصول الجحيم في دارفور. يقول شهود من المدينة إن الرجل الذي ظهر في تلك المقاطع يدعى الفتاح عبد الله إدريس، ويعرف داخل ميليشيات الدعم السريع بلقب أبو لؤلؤ. لكن آخرين قالوا إن اسمه الحقيقي ربما يكون عيسى أو ماهر، بينما يبقى المؤكد الوحيد هو مهارته في القتل وساديته التي لم يعرفها السودان من قبل. قبل سقوط الفاشر نشر أبو لؤلؤ بنفسه مقاطع فيديو يتفاخر فيها ويقول فيها بصوت ساخر: الليلة نحن تمينا 900، وإن شاء الله المرة الجاية نعدي 1000. نعم، كان يتحدث عن عدد القتلى كما لو كان يتحدث عن إنجاز بطولي. ضحك وغناء واحتفال فوق جثث الأبرياء. لكن الصدمة لم تتوقف هنا. بعد أيام من انتشار تلك المقاطع، أعلنت قوات الدعم السريع أن أبو لؤلؤ قد قتل في إحدى المعارك، ونشرت فيديو غامضا لجثة قيل إنها له. غير أن التحقيقات والصور التالية كشفت أن الرجل لا يزال حياً، وأن الإعلان لم يكن إلا محاولة للتغطية على الجريمة المروعة التي ارتكبها في الفاشر. بل الأخطر من ذلك، بعد فترة قصيرة عاد أبو لؤلؤ للظهور في فيديو جديد يجلس فيه أمام 11 مدنياً مكبلين، ثم ينفذ فيهم حكم الإعدام واحداً تلو الآخر. كان يضحك من حوله ويبتسم وهو يقول: أنا والله ما تابع للدعم السريع، أنا زول جاني الحماس جاي أنتقم، ما عندي علاقة بزول. لكن إن لم يكن تابعاً للدعم السريع فبأي حق يحمل سلاحاً ويعدم الناس؟ ومن أعطاه السلطة ليفعل ذلك؟ الرد جاء من قادة الميليشيا أنفسهم. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع صرح قائلاً: الاسم الذي ذكرتموه لم يرد في سجلاتنا، ولو ثبت أنه أحد أفرادنا فسنحاسبه. لكن هذه التصريحات لم تقنع أحداً، فكل الأدلة تشير إلى أن أبو لؤلؤ تحرك داخل مناطق يسيطر عليها الدعم السريع فقط، وأن عملياته كانت تتم بعلمهم وصمتهم. الأمم المتحدة بدورها أصدرت بياناً عاجلاً عبر مكتب حقوق الإنسان، قالت فيه إنها تتلقى تقارير يومية مقلقة عن عمليات إعدام ميدانية واسعة وانتهاكات بشعة ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر وبارا وشمال كردفان. وفي كل مرة يتكرر الاسم ذاته: أبو لؤلؤ. لقد تحول هذا الرجل من شخص مجهول إلى رمز للرعب، وصار وجهه عنوانا لمأساة لا توصف. ومع ذلك هناك من دافع عنه علنا. خرج بعض الناشطين المقربين من الميليشيا في بث مباشر يقولون له: ربنا يخدر دراجك يا مبروك، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا الله. أي قلب يمكن أن يرى في القتل حسنات؟ وأي دين يبرر ذبح الأبرياء؟ لقد قال الله تعالى: وسعك لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الآن وبعد أن سقطت الأقنعة، تحاول قوات الدعم السريع أن تلقي كل الجرائم على كاهل رجل واحد اسمه أبو لؤلؤ. يقولون هو فقط المسؤول عن المجزرة، لكن الحقيقة أن ما حدث كان أكبر من شخص. إنه نظام كامل من الفوضى والسلاح والكراهية والتواطؤ. الأمم المتحدة تجمع التقارير والمنظمات ترفع الصوت، لكن العدالة ما زالت بعيدة والضحايا لا صوت لهم. يا أبو لؤلؤ، ربما تظن أنك نجوت، لكنك لم تقتل أجسادهم فقط، بل قتلت فينا شيئا من الإنسانية نفسها. وإن لم يحاسبك البشر اليوم فالله لا ينسى، ولن يترك دماء الأبرياء تذهب سدى. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه ليست قصة عن الحرب فقط، بل عن الوحش الذي يولد عندما يفقد الإنسان قلبه، عن رجل ضحك وهو يقتل،
وعن وطن ما زال يبحث عن العدالة بين الركام. قناة دوبامي، غموض، نحكي ما لا يحكى ونكشف الوجه الحقيقي للموت حين يبتسم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد والاشتراك في القناة.